جبت خروب متكسر اهوت، بتجيبيه من عند اي واحد بتاع عطاره. في خروب طبعا سليم ممكن تجيبيه وتكسريه انت، بس المتكسر ده بيبقى ارخص شويه. لازم تتاكدي ان هو مش مسوس، تمسكي الحته كده وتبصي فيها من جوه، لو حته كبيره اكسرها وبص عليها. لو لقيتي فيها اي سوسه او فيها حاجه خيوط بيضه كده ما تجيبيهاش، بتبقى الصلاحيه بتاعتها منتهيه او يبقى التخزين بتاعها مش كويس. بعد كده طبعا بتجيبي كوبايه الخروب زي كوبايه السكر بالظبط. حطيت كوبايه السكر اهيت على النار تتكرمل، وساعه ما تلاقي السكر بدا يتكرمل كده اهو زي ما انتم شايفين اهو، بتقومي غاسله الخروب على طول وحطاه. ما ينفعش تغسلي الخروب وتسيبيه شويه على ما تكرملي السكر، هيشرب ميه ومش هيتحمص معاكي بسرعه. فساعه ما تلاقي السكر بدا يتكرمل كده وبدا يتعمل فقاقيع كده من الجوانب اهوت واضح اهو، بتقوم غاسله الخروب بتاعك ونازله بيه على طول ايه على السكر. بص السكر بدأ يعمل فقاقيع اهو. اول ما السكر يبدأ يديك اللون الكاتم ده، تغسلي الخروب وتنضفيه وتنزلي بيه على طول كده، وتقلبي بقى. طبعا ايدك فيه على طول تقلبيه على طول، وقبل ما تحطي الخروب تكوني مهديه النار على السكر خالص عشان ما يتحرقش منك ويديكي طعم وحش كده في الخروب. لازم السكر يتكرمل كده ويديكي اللون البني ده على نار هاديه. اول ما تلاقي السكر اختفى كده وما عدلوش قصاء وريحه الخروب طلعت، تنزلي على طول بالميه. بسم الله. طبعا اول ما تحط الميه هتلاقي ايه كل حاجه مكلكعه مع بعضها كده. هتسيبها بس كده لمده 5 دقايق تغلي، وبعد كده تلاقي كل حاجه بقت تمام والكلكعه دي كلها راحت. تهدي النار عليه كده وتسيبيه على النار لمده تلت ساعه. كوبايه الخروب ديت تعملها زي ربع كيلو كده، يعني ربع كيلو خروب هيعمل لك اكتر من 10 كوبايات عصير بدون صبغه بقى وبدون اي حاجه من اللي انتوا عارفينها ديت. حاجه صحيه كده، كلكم عارفين طبعا فوائد الخروب. اللي مش عارف فوائد الخروب يدخل كده بس يبحث ويقول فوائد الخروب، وانت هتنبهروا بالنتيجه اللي هتطلع لكم ودايما هتعملوه. ممتاز بقى كده لما تحطيه في التلاجة وعيالك يشربوا منه ما شاء الله عليه. هسيبه بقى على النار كده لمده تلت ساعه على نار هاديه لحد ما يغلي خالص وكل العصاره اللي في الخروب تطلع، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شايفين يا حبايبي بعد ما سبته حوالي تلت ساعه، ولو عايزه تسيبيه اكتر من تلت ساعه زي نص ساعه برضو عادي. كل ما تسيبيه فتره طويله كل ما يطلعوا العصاره اللي فيه. بس انا طبعا ما سبتوش اكتر من تلت ساعه لان هعمل حركه تانية، اخد كل العصاره اللي في الخروب. لو هتصفيه سخن بلاش تصفيه ببلاستيك، انا هصفيه بول ازاز اهو. بسم الله. شايفين ما شاء الله اللون عامل ازاي بدون اي صبغه. هرجع احط شويه ميه هنا تاني، شويه صغيرين بس كده عشان ايه اخد الحاجات اللي فاضله في الخروب. بسم الله الرحمن الرحيم. وارجع احط حوالي كوبايتين 3 ميه كده على الخروب اللي فاضل ده، واسيبه ليله كامله في التلاجة او خارج التلاجة. لو الجو حر حطيه في التلاجة، لو في الشتاء سيبيه بره التلاجة عادي لتاني يوم. ولو انت مستعجله ومش عايزه تبيتيه تاني يوم مثلا، اخلطي دي في الخلاط وصفيه وحطيه على ده، وبعد كده بقى ايه صبيه في الكوبايات كده وضيف عليه مكعبات تلج لو احنا في الصيف طبعا، واشربوا بقى بالهنا والشفا. طبعا سبت الخروب كده حوالي 5 6 ساعات لما برد خالص، وبعد كده ثبته هنا. والتاني اهو ما شاء الله بدأ يسرد برضه اهو. واللي هيفضل زي ما قلت لكم هضربه في الخلاط. ممكن بقى تضيفي ده على ده هيديك لون ايه كاتم كله. انا طبعا الشويه الفاضلين دولت هصبهم على دولت كده اهو. بسم الله. اللهم صل على رسول الله. الحمد لله كانت مستوره. او يا حبايبي الخروب الشويه اللي انا حطيتهم من هنا اداني برضو اللون الكاتم ما شاء الله. وطبعا الشويه اللي فاضلين دولت هحط عليهم شويه ميه الصبح واضربهم في الخلاط واصفيهم. ممكن لو عندك اطفال تديلهم الخروب الطري ده ياكلوه كده يبقى طري على اسنانهم ومسكر برضه. وكده خلصنا طريقه عمل الخروب. اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم واستفدتم منه باي معلومه ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك بالقناه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.